عمرك سألت نفسك هو ليه اليهود ما بياكلوش جمبري؟ بيقولك محرم عليهم، انما بيرتكبوا جرائم شنيعة ضد الفلسطينيين عادي. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم. ولو تعرف ليه اليهود ما بياكلوش جمبري قولي في الكومنتات. النهارده بقى هنجرب مطعم مرجان اللي موجود في المحلة في شارع البحر جنب مستشفى 6 اكتوبر. اول حاجة بقى نزلت لنا هي السلطات، وبعد كده بقى بدأنا باول وجبة وهي وجبة الربع جمبري. والوجبة دي سعرها 250 جنيه وبينزل معاها شوربة كده بس من غير جمبري. الوجبة دي عبارة عن رز بالجمبري وربع فليه مقلي وربع جمبري وسط مقلي، وممكن كمان تجيب بدل ربع الجمبري المقلي ربع جمبري مسلوق. الشوربة كان طعمها كويس جدا بس كان ناقصها يكون فيها جمبري. الرز كان مفلفل وتتبيلته جامدة قوي، والجمبري البيبي اللي عليه ده كان طعمه جامد قوي. الجمبري بقى كان حجمه كويس جدا وكان بيتقشر كده بسهولة، وتتبيلته كانت كويسة جدا، وتحس ان الطبقة اللي بتقرمش دي مش طبقة تخينة، تحسها طبقة رقيقة كده ومبينة طعم الجمبري قوي. عاوز اقولك ان انت حتى لو ما بتحبش السي فود هتحب طعم الجمبري المقلي ده قوي. اما بقى الربع الفيليه فكان دايب قوي كده وتحس انه عامل زي الزبده اللي مقليه ازاي مش عارف، بس طعمه كان جامد قوي. والوجبه دي حجمها كويس جدا وتستاهل سعرها. نخش بقى على الفاهيتا السي فود، ودي عباره بقى عن جمبري وصبيط معمولين بطريقه الفاهيتا بفلفل الوان وبصل كده، وكان طعمها كويس جدا بس ما تستاهلش سعرها اللي هو 160 جنيه. طعم الجمبري والصبيط كان كويس وشارب من التتبيله بتاعه الفلفل والبصل، ويستحسن بقى ان هي تتاكل بعيش، وكان طعمها كويس بس زي ما قلت بالنسبه لحجمها بالنسبه لسعرها انا شايف ان هي غاليه شويه. نخش بقى على وجبه طرزان، والوجبه دي كانت موجوده عرض، مش عارف لسه موجوده ولا لا، بس سعرها كان 130 جنيه، وعباره بقى عن 3 جمبري بيتر فلاي و2 صابع كفته وقطعتين فيليه شيش ورز وصوص ومخلل. دايما قطع الشيش كده بتبقى جامده شويه، انما في الفيليه هنا دايبه كده وتحس ان طعمها عامل زي الزبده وتتبيلتها جامده قوي. كفته الجمبري برضو كان طعمها كويس جدا وطعم الجمبري باين فيها قوي، وطعم الزبده اللي هي مقليه فيها دي كان في حته تانية خالص، خصوصا بقى كمان لو حطيتها في قلب الطحينه. اجمد حاجه بقى في الوجبه دي هي الجمبري البيتر فلاي، كان شكله مغري قوي وحجمه كويس جدا وكان بيتقشر بسهوله كده، وكان طعمه دايب قوي وتتبيلته حلوه جدا. اما بقى اسوأ حاجه في الوجبه ما عجبتنيش هي الرز والصوص بتاعه. الرز كانت توابله زياده شويه، والصوص بصراحه كان طعمه سيء جدا. كده تكون انتهت تجربتنا النهارده. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه.